السلام عليكم المتتبعين والمتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في صحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسبوسه، يعني بغينا نديروا الكسكروط ان شاء الله بحول الله. نعطيكم المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. عندنا هنا 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه، هانتوما. وعندنا هنا كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، وعندنا هنا كاس لاروب ديال الكوك. وهذا البرتقال يعني غادي نديرو من فوق هاد البسبوسه ان شاء الله. عندنا هنا واحد البيضه، هانتوما. وعندنا واحد فانيا يعني منسمه بالبرتقال، هانتوما. نحطها هنا باش تبان لكم بنكهه البرتقال. وعندنا واحد الايديال وحده. وعندنا هنا واحد الخلطه اللي غادي نديروها من الفوق من البسبوسه ان شاء الله حتى نصايبوها. فيها معلقه كبيره ديال اللوز افيلي، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الكوك. غنخلط هاد الخلطه مزيان، غادي نديرها حتى هي من الفوق ان شاء الله. وهذا الليمون ها هو. دابا راه هاد الوقيته ديال الماندالين، هانتوما، يعني نقيته وقطعته بحال هكا بهذا الشكل، وحيدت لي دوك الخطوط هذوك اللي تيكونوا بايضين، هانتوما. ودابا غادي نخلطها معكم ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات، انا درت دابا دوك المقادير كاملين، هانتوما. يعني كنخلطها بهذا الفوي، يعني بلا ما ديروا لا طراب كهربائي ولا، يعني هذا عادي صافي. ودابا غادي نديروا السميده تاع الحرشه، هانتوما. الكاس الاول، ندير الكاس الثاني، يلا خلطي يا خديجه. المهم انا خلطي ونرجع بشويه حر كامله، ما تبقاي تطربي بحال كطربي الكيكه. يلا خلطي هكاك بحال هكاك. يلا سيري كتضربي لي التليفون. يلا هانتي يلا ديري الخمارات. نديرو اولا خماره. اييه 8 غرام. واللي بغاها تجي كبيره راه غادي يدير، يعني غيضرب المقادير. غيضرب المقادير. ندير هذيك. وغادي نديرو السر بنكهه زهره البرتقال خاص بالحلويات، 7.5 غرام. قلت لك واحد من النوار. ونطربو هادشي مزيان. يلا طربي دابا. غنديرها طربي كتعطي النسمه ديال الزهر. خلطي مزيان، يعني ببيضه وحده يمكن لكم تصايبوا هاد البسبوسه. تقدروا ديروها في المول ديال الكراتان داك الصغير اللي عندكم. حنايا عندنا المول الكبير. لا، عندنا هاد المول العادي هذا تاع الكيك. هانتي وريني باش ديروها. هانتوما هذا هو المول اللي غادي ندير فيه تاع الكيك. هذا هو اللي عندي. اللي عنده داك تاع الزاج يديرو، يعني دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه تاع الدقيق ديال الحرشه. هانتوما البنات، ها هي بعد ما درتها هنا في المول. هانتوما حضري يدك لتحت خديجه وزيدي هنا قدام. هانتوما دابا غادي ندير هاد الليمون من الفوق. هانتوما اللي بغى يدير التفاح يديرو، يعني البنان، اي حاجه ديروها، اي حاجه. نتوما نفرق هاد الشي هنايا. ودابا هاد الخلطه غادي نخلطها مزيان، هانتوما. وغادي نفرقها على هاد البسبوسه من الفوق،
ونرجع معكم ان شاء الله. بنات هي الخلطه يعني الكوكو واللوز ايفيلي والسنيده والزبده خلطتهم مزيان. دابا غنفرقوا على هاد البسبوسه ديالنا باش كتجي محمره. هانتوما كنتمنى يا ربي هادشي تنقدم لكم يعجبكم. ودابا غادي نديرها في الفران، ومني غادي طيب غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ها انتم البنات، هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. ها انتم كتجي بحال هكا على هذا الشكل، ولكن الرائحه طالعه ذكيه زوينه، الريحه طالعه. يلا قطعه خديجه. بسم الله. هيا تقطعها ورجع معكم ان شاء الله. انتم هزي بديك هذيك اللعيبه اللي الباله. الاخرى بحال قوم معنا وانا عارف شنو كيفاش كتجي واعر. ودابا انت ما عرفتيش تقطعيها، خسرتي لينا الديكور. ها نتوما ما بعدا غير في المذاق، اما في التقطيع ماشي مشكل. لا حتى التقطيع خصو يكون زوين. ايوا ها نتوما البنات، هي خديجه قطعتها. طلعي واحد شي ثلاثه. هاتي ماشي مشكل. انت وريهم التفصيل. لا مذاق صراحه زوين. هانتوما جا المذاق ديال الزهر واعر ومع الليمون، يعني هي هذيك. هانتوما الخلطه اللي درتي خديجه راه ما صايباتش تقطع، ولكن ماشي مشكل يعني قبلوا. حتى هذا اللي درتي من الفوق جا واعر. عطيتها واحد البنه. الى هنا غنقول لكم السلام عليكم. يلا كليها بالصحه والراحه. يعني والطياب راه شعلت عليها الفوق والتحت ودرتها على 180 درجه. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم.